السلام عليكم. شلونكم؟ يا هلا يا مرحبا شباب. جانا لكم مقطع جديد اليوم جينا على هذا المصيف قريب من محافظة سليمانية العراق. اليوم اخذكم بهذا الفيديو اشوفكم الوضع والاجواء هنا والنظافة. النظافة بهذا المكان شباب. طبعا هذا هنا ماكو هسه حاليا ما جاي تشوفونه هواي عالم، لأنه المكان جاي ينظفونه ويعدلونه، يجهزون كل شي للوقت الصيف. طبعا مثل ما تشوفون أني جاي من وقت حمود أصور لكم الفيديو أشوفكم هذا المصيف تقدرون تجوله بالصيف تتونسون انتو والعائلة والأهل هنا. شباب هذا المصيف اللي واحد يعرفه خليه يكتبه بتعليق. أتحدى واحد منكم يعرف هذا المصيف وين بالضبط وش اسم هذا المصيف. شلالات ومصيف هنايا ودكان ومحلات ومطعم، كل شي اكو بالصيف. شوفوا يا جماعة شوفوا. أتمنى منكم قبل لا تكملون الفيديو للنهاية تحطون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الشعار. مثل ما تعرفون وشفتوا أنا اسمي كرار، مقيم بألمانيا صار 10 سنين. وأحب أقدم لكم محتوى كلش حلو والقادم أفضل إن شاء الله بدعمكم مستمر. فلوقات قصص وأشياء مفيدة أشوفكم. لا تنسون اللايك والاشتراك وانضموا للعائلة وشاركوا الفيديو يا جماعة. شوفوا الوضع هنا كلش حلو، جبال وشلالات وخضار والأشجار كلش حلوة. أحسن شي تزورون هذا المصيف والشلال يا جماعة، لأنه المكان والله أحكي صدق يعني شي خرافي، شي نظيف، قريب من محافظة سليمانية. اللي يعرف هذا اسم المصيف اللي هنا يكتبه بالتعليق. طبعا هذا الجبال قدامي، أنا حبيت أروح على هذا الجبال فوق أطلع، بس مستحيل كلش صعب وممنوع واحد يطلع هناك لفوق، لأنه يخافون يصير شي أو واحد يوقع من فوق، وتدرون ما بينا حيل. فانتبهوا، وأنصح كل شخص يروح ويا أهله وعائلته على هذا المكان مثل ما أني سويت. جيت ويا عائلتي على هذا المكان وصورت لكم فيديو وطقينا صور ورحنا كملنا. إن شاء الله بأيام الجاية والقادمة أنزل لكم فيديوهات خرافية وأشياء روعة وفلوقات إلا بشدة. خليكم إلى نهاية المقطع، ولا تنسون تشاركون الفيديو وتحطون اللايك والاشتراك، ونشوفكم بالفيديوهات القادمة. حياكم الله. كان وياكم كرار مقيم في ألمانيا. السلام عليكم.
شوفوا يا جماعة، هذا هو الشلال هنايا، كلش حلو بهذا المصيف. تقدرون طبعا تنزلون أطفالكم يسبحون يلعبون بالمي. المي كلش بارد في الصيف، والأجواء كلش حلوة هنايا في الطبيعة. حياكم الله.